عمرك ربيت هامستر قبل كده؟ حيوان لطيف وكيوت وكل البنات عينيها بتلمع اما بتشوفه. الغريب بقى ان الحيوان الحبوب ده بياكل عياله، ومش هو لوحده، في انواع كتير بتاكل عيالها. الظاهرة دي اسمها فيلينيال كانيباليزم. الخنازير والحشرات والتعابين والطيور والاسماك، وكل نوع منهم بيعمل كده لسبب خاص بيه. تعالوا نشوف. الموضوع غريب بالنسبة لنا عشان حياتنا محكومة بقوانين وعقل مش موجود زيهم في عالم الحيوان، فمش شرط كل تصرفات الحيوانات تبقى منطقية بالنسبة لنا. وهنعرف دلوقتي ان ممكن يكون تغذية الحيوانات على اطفالها استراتيجية ناجحة تساعدهم على البقاء مش على الهلاك. يعني مثلا الهامستر لما بياكل اطفاله بيبقى عشان عايز يسيطر على العدد بتاعهم. لما انثى الهامستر تولد 8 أو 9 لازم تاكل 2 منهم، ولما العلماء عملوا تجربة وضافوا 2 كمان للصغار بتوعها اكلت 4. معنى كده انها مش هتقدر تربي اكتر من عدد معين 6 أو 7، ولازم تحافظ على العدد ده حتى لو هتضطر تاكل منهم. وهو ده السبب الوحيد، مش بسبب الجوع مثلا. بدليل ان لما العلماء شالوا 2 من الاطفال بتوعها بعد ما ولدتهم ما كلتش حد من الباقيين. ده دليل انها بتاكلهم للسيطرة على العدد مش اكتر، عشان تقدر تربي وتغذي الباقيين كويس. في نوع من انواع السحالي اسمها سحلية الشمس، بتاكل البيض بتاعها بس في ظروف خاصة. لما بتلاقي العش بتاعها حواليه مفترسين هياكلوا البيض بتاعها، فبتقول لا انا اولى من الغريب، وتروح واكلاها هي عشان تاخد منه طاقة كافية انها تتكاثر وتعمل بيض غيره. هي حاجة تبان انها غبية بالنسبة لنا، بس زي ما قلت لك مش كل حاجة في عالم الحيوان هتبقى منطقية ليك. ولو شايف ان دي غبية تعال اقول لك اللغبة. ساعات الاطفال بتبقى عائق قدام ان الاب والام يمارسوا حياتهم الطبيعية، ده شيء طبيعي، بس مش هناكلهم يعني. بس الكائن ده بياكلهم عشان السبب ده. دي سمكة اسمها بارد تشين بليني، بتعيش في الشعاب المرجانية. الذكر هو المسؤول عن رعاية البيض لحد ما يفقس كله. في الفترة اللي بيقعد فيها الذكر يرعى البيض هرمونات الذكورة عنده بتقل، فبيضطر عشان ينجز الفترة دي بسرعة عشان يلحق يرجع يمارس حياته الطبيعية انه ياكل البيض اللي بيفقس متأخر، ويكتفي باللي فقس بدري عشان ينجز ويلحق يرجع لحياته الطبيعية. طبعا الحمد لله على نعمة العقل واننا مش بنشوف الكلام ده في عالم الانسان. ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة انا هكون مبسوط، وما تنساش دول.